السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا من جديد في قناتي سالي's كيتشن. النهاردة بقى نعمل سنيكرز كلاسيك بطريقة سهلة وبسيطة وموجودة في كل بيت، بجد رائعة، وهنعمل كمية وفيرة جدا من حاجات بسيطة. الموضوع كله سهل، بس تعالوا نجرب الوصفة. وقبل ما نبدأ وصفتي ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. احتجت في وصفتي النهاردة 4 معالق كبار من الكراميل، نقدر نجهزه في البيت أو نقدر نشتريه جاهز، وكمان 3 أكياس من البسكويت، أي نوع بسكويت موجود. والنهاردة كان عندي بسكويت المدارس فاستخدمته، كمان معلقة كبيرة من السمنة وقطعة شوكولا اللي هي سما بتبقى 200 جرام تقريبا، وكمان نص كوباية فول سوداني مقشر. وعلى طول على الوصفة نقدر نستخدم أي كيس من أكياس التلاجة، مفيش أي مشكلة، ونحط فيه السوداني المقشر ده. وبعد كده بالمنشبة أو بالشاكوش أو بأي أداة تقدري تستخدميها، المهم عايزين يكون السوداني شوية مجروش ولكن مش ناعم، يعني لازم يكون باين كده زي الحب. هنقدر نشوفه ازاي؟ زي ما احنا شايفين كده أنا بكسره بالمنشبة كويس جدا أهو. تقدري طبعًا بالكوباية نقدر نخبّط عليه لحد ما نكسّره عادي جدًا. وفي بولة فاضية حطيت السوداني المكسّر، بس ما حبيتش إن أنا أعمله في الكبة أو أفرمه في أي آلة، علشان أنا عايزاه يكون باين كده ويكون خِشِن شوية عشان باين في الوصفة أحسن. وكمان في الكبة بدأت إن أنا آخد البسكويت بتاعي، نقدر إن إحنا نستخدم أي آلة برضه لتكسير البسكويت، بس أنا هنا عايزاه يكون كله مقاس واحد زي حبات الرمل أو حبات الملح الكبيرة شوية. وبعد كده حطيت عليه معلقة السمنة وضربته في الكبة زي ما احنا شايفين. نقدر نستخدم أي مادة دهنية، ولكن أحسنهم السمنة، والسمنة البلدي كمان بجد رائعة، بتدي طعم هايل وريحة قوية جدا في البسكويت. وطبعا نقدر نستخدم زبدة زي ما اتفقنا أو أي نوع زيت كويس. وفي بولة فاضية أنا نزلت كل فتات البسكويت اللي اتضربت فيه الكبة. بصوا ازاي شكلها زي حبات الرمل أو حبات الملح الكبيرة اللي هي الملح الخشن زي ما بنقول. فقلبتها كويس جدا علشان المكونات كلها تتداخل مع بعض. وبعد كده خلاص بقى جاهز عندي السوداني والبسكويت وكمان الكراميل. هبدأ في أول خطوة إن أنا هاخد الفول السوداني المجروش أو المكسر، هقلبه كويس جدا مع الكراميل وهركنه على جنب علشان نكمل باقي الوصفة. وخلال ما بقلب بقى الكراميل مع السوداني بيكون قطعة الشوكولاتة اللي اتفقنا عليها يا إما على حمام مائي ساخن أو على الميكرويف. لو في الميكرويف هتاخد تقريبا 30 ثانية، لو الحمام المائي بالظبط 3 4 دقايق وهتكون فكت وبقت بالشكل اللي قدامنا ده. هنبدأ إن احنا نقسمها على جزئين، جزء للقالب السيليكون اللي قدامنا الأخضر والجزء التاني للقالب البامبا أو البينك اللي موجود ده. تقدري تعملي القالب اللي انت عايزاه وتشكلي براحتك. وبالمناسبة كنت حاطة ورقة زبدة تحت القوالب دي علشان أبدأ إن أنا أصفي وأفضي منها كل زوايد الشوكولاتة، علشان احنا في وصفتنا كمان مش بنهدر أي حاجة في الوصفة، يعني كل زوايد الشوكولا دي هنجمعها وهنشتغل بيها مرة تانية. وادي بقى القالب بدأنا إن احنا نشيل الزوايد بأي سكينة أو سباتيولا، أي حاجة موجودة نقدر إن احنا نشيل زوايد الشوكولاتة ونحطها على ورق الزبدة عشان نبدأ إن احنا نجمعها تاني. أنا كده بفضي كويس جدا وبصفي الشوكولاتة، وبعد كده هحطها في التلاجة أو في الفريزر مدة دقيقة أو دقيقتين، هتمسك وهتكون زي الفل. وبكده بتخلص من القالب التاني الزوايد الشوكولاتة اللي موجودة عليه. وخلاص كده تمام. ما تنسوش إن قوالب الشوكولا دي هي وورقة الزبدة اللي عليها زوايد الشوكولا كلها تتحط في التلاجة علشان تجمد. وادي بقى أول قالب طلع من التلاجة بعد دقيقتين. هنبدأ إن احنا نحط جواه كده السوداني بالكراميل، بس بنسبة بسيطة، يعني عايزاه يكون تلت القالب اللي موجود. زي ما احنا شايفين بحط فيه حبة حبة بسيطة، وبعد كده هوزعه. المهم يكون عندي نص القالب فاضي. وهاقول لكم إزاي نستخدم كل الحاجات المفقودة أو كل الحاجات اللي هي بتتهدّر من الخامات، نقدر إن إحنا نعمل بيها شكل تاني لوصفتنا، ما فيش حاجة بتترمي. وبكده خلاص أنا حطيت فيه المجرة اللي موجودة الكراميل بالسوداني، وبعد كده أخدت بقى
البسكويت مع السمنة المجروش في الكبة زي ما اتفقنا، وبدأت إن أنا أحط على القوالب اللي موجودة كده بالمعلقة، ولازم أخلي كده نص سنتي باين من المجرة بتاعتي أو بعد ما أساوي البسكويت ده. المهم إن أنا بحط البسكويت بالمعلقة وبعدين بكبس كويس جدا علشان ما يبقاش فيه فراغات أو هوا جواها، وفي نفس الوقت تبقى طبقة من البسكويت هايلة مع الكراميل والسوداني والشوكولا، بجد حاجة نغم. وادي شكل البسكويت، ناقص بقى طبقة شوكولا عشان نقفل بيها في الآخر. بصوا قبل ما نقفل بطبقة الشوكولا عايزة أوريكم أنا دلوقتي طلعت ورق الزبدة كان في التلاجة علشان الشوكولا تجمد كويس جدا، وبدأت إن أنا أطلعها من ورق الزبدة بكل سهولة. بصوا طلعت إزاي متشكلة لوحدها. وادي الاتنين قالب سيليكون اللي موجودين عندي، وادي الشوكولا بعد ما سخنتها على حمام مائي. هنبدأ إن احنا نحطها تاني طبقة رابعة للسنيكرز، يعني أول طبقة طبقة شوكولا، وبعد كده الكراميل بالسوداني، وبعد كده البسكويت وعليهم كمان طبقة شوكولا. وادي بالسباتيولا بتخلص من كل الزوايد اللي أنا برضو مش هرميها للمرة التالتة. الشوكولا اللي موجودة عندي برضو مش هرمي الزوايد بتاعتها. بصوا هطلع زوايد قد ايه بقى. وبدأت أمسح كده بالسباتيولا على ورق الزبدة. كل الشوكولا دي مش هتترمي، هقول لكم برضو هنعمل بيها ايه. ده الشوكولاتة اللي بتتبقى دي هتكون جزء تاني من الوصفة بتاعتي، تخيلوا. وادي بقى معلقة واحدة من الكراميل بالسوداني اللي اتبقت، حطيت عليها البسكويت اللي اتبقى برضو. بالمناسبة نقدر نعمل 2 كيس من البسكويت، ولكن أنا النهاردة عملت 3 أكياس من البسكويت، وتحديدا ده بسكويت المدارس، يعني تقريبا هو كمان هيكون 200 جرام من البسكويت. يعني لو البسكويت اللي هو أولكر أو كده تقدروا تستخدموا فيه 3 أكياس في الوصفة دي. وعملت كرات كده منها، بجد فيها طعم تاني خالص، يعني الاتنين سنيكرز، ولكن طبقات البسكويت اللي اتعملت مع الكراميل والسوداني ليها طعم مع الشوكولا، وكمان الكرات اللي اتفقنا عليها دي ليها طعم تاني برضو. هنا بقى بعد دقيقتين 3 حطيت القالب السيليكون عندي في التلاجة، وبصوا ازاي طلعت منه قوالب السنيكرز، بجد هايلة فعلا، عاملة زي أصابع البيانو. ولكن حبيت النهاردة تكون وصفتي اسمها سنيكرز كلاسيك علشان مش مجرنشة من فوق بالسوداني وكده. نقدر بقى ان احنا نرصها في السيرفيس اللي موجود او الطبق اللي موجود عندي بالطريقة اللي تعجبك. بصوا ازاي كأنها ساعة. وادي بقى الكرات، بصوا شوية الشوكولا اللي وقعوا على الورق الزبدة اللي اتفقنا عليه اللي كنا بنمسح السباتيولا والسكينة بيه، أخدتهم تاني وجمعتهم، وكمان حطيتهم في الميكروويف 30 ثانية. طلعتهم شوية شوكولات تاني، حطيت فيها كرات السنيكرز وكمان قلبتها وبقت كرات مغطاة بالشوكولا. واو بجد هايلة. وهنا بعد ما سبتها على ورق الزبدة بالظبط 5 دقايق علشان تمسك في نفسها كويس جدا، وبقت عندي الكرات وشلت الزوايد منها. ووادي شكلها لو حابة ان انتي ترصيها بالطريقة دي، بس انا حابة اعملها لكم بشكل تاني، يعني تقدروا تحطوها بالطريقة اللي تعجبكم. لو حاجة كلاسيك شوية هتكون بالطريقة دي، ولكن لو عايزينها بقى حاجة شوية مودرن ممكن نعملها زي الشباك كده، ونقدر ان احنا نبني ابراج من السنيكرز. بجد تقدروا تقدموها بالطريقة اللي تعجبكم. حبيت أوريلكم الاتنين صنف من السنيكرز نقدر نعمله ازاي، ونقدر نقدمه ازاي برضو صورتين ليه أحلى من بعض بجد. ودي كمان بقى كرات السنيكرز حطيتها في السيرفيس التاني. بجد الوصفة النهاردة جننتني. حبيت ان انا اوريلكم شكلين من التزيين، شكلين من الديزاين اللي حابة ان انتوا تجربوه. بجد رائعة، لو هتقدموه في مناسبة او للاطفال هيبقوا فرحانين جدا جدا بيه. بجد تقدري تبدعي، تقدري تغيري في الشكل والديزاين اللي انتي عايزاه للوصفة بتاعتك بطريقة سهلة وبسيطة. وتعالوا بقى نشوفه من جوه، بصوا ازاي. واو حاجة كده رائعة، تخطفكم في عالم تاني. تعالوا بقى نجربها، وأحلى وقت في الفيديو كله. واو بجد حكاية، كل حاجة وليها طعم وليها شكل. وهنا حبيت ان انا اكسر واحدة بقى من البسكويت، طلعت زي بتاعت بره بالظبط. بجد طلعت هايلة. وازاي دايبة، وازاي بصوا الكراميل عليها زي سنيكرز بتاع بره، واحلى كتير حاجة معمولة في البيت.
نتيجتها هايلة، شكلها رائع. ولو الوصفة عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ولو في أي وصفة حابين تعرفوها بعتولي على تعليقات اليوتيوب وهرد عليكم بفيديو للوصفة. وكمان هتلاقوا على قناتي بقى الهوهز وكمان الباونتي، هتلاقوا وصفات كتير هايلة. وهقول لكم بقى لمزيد من الوصفات تابعوني على قناتي سالي's Kitchen.